شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة الطب البديل. حبايبي النهاردة هقدم لكم حاجة سبحان الله، يعني هي بسيطة خالص وليها فوائد. لو انت عرفت كل الفوائد اللي فيها استحالة انك انت بعد كده ترميها في سلة المهملات. الحاجة دي هي قشور البطيخ. اظن البطيخ في الصيف بالنسبة لنا فاكهة مهمة جدا، لانه بيعوض الجسم عن المية اللي احنا بنفقدها طول اليوم مع التعرق. وبيرطب طبعا الجلد والبشرة لما احنا بناكل البطيخ. لكن هو ليه فوائد تانية كتير سبحان الله تعالى. يعني البطيخ يا جماعة بالنسبة للكبار في سن الشيخوخة خصوصا بيكون مفيد جدا جدا ليهم. يعني اذا كانت الواحدة مسنة شوية وعندها خطوط تجاعيد جامدة وخدت قشر البطيخ ده وقطعته قطع صغيرة وحطته على بشرتها، بإذن الله تعالى بيعمل على شد وتفتيح البشرة، شد جامد وتفتيح للبشرة. مجرد وضع قشور البطيخ من 10 ل 15 دقيقة بيديكي نتيجة رهيبة في شد البشرة. كده يبقى هو أصبح كولاجين طبيعي. كمان مش كده وبس، لا ده لما بتحطيه بالنسبة للجلد اللي هو بيكون جاف شوية بيرطب، بيعمل على ترطيب الجلد، بيرطب الجلد. كمان المسام اللي بتكون متفتحة جامد يا جماعة في البشرة برضه بيعمل على القضاء عليها، لانه بيقلل من الافرازات بتاعت الزيوت اللي انت البشره الدهنيه بتقوم بافرازاتها، بتعمل افرازات دهنيه جامده، فهو بيقلل الزيوت دي فبيعمل على تقفيل المسام، بيعمل على تقفيل المسام. وبرده بيكون علاج فعال جدا يا جماعه. بالنسبه ازاي تقفل المسام، انا ما قلتش ازاي الطريقه، معلش. انك انت الاول بتاخدي قطع البطيخ بتقطعيه قطع صغيره بتحطيه في الخلاط مع معلقه عسل وبتعمليه ماسك برضه. ديتي بيقفل المسام اللي بتكون متفتحه في الجلد. كمان بالنسبه لحب الشباب والبثور يا جماعه برضه اللي بتكون موجوده في الوجه الناتجه عن حب الشباب برضه بينظفها، بس بانك انت بتعصريه بس عصير، ما بتضيفلهوش اي حاجه وبتدلكي بيه البشره. ده بيكون مفيد جدا جدا لبشرتك. ده بالنسبه للبشره لانه بينشط البشره بتاعتك وبيجدد الخلايا وبيخليها حلوه كده وبيخليكي دايما وجهك شباب. في سر من اسراره اللي الواحد ما كانش يعني الناس ما بتعرفوش، ان البطيخ مهم جدا جدا كعلاج للبهاق. طبعا في اللي يعرف ايه البهاق وفي اللي ما يعرفش. هو مرض بيصيب البشره يا جماعه بان بيبقى فيها بقع بيضة، بتاخد تدريجيا في البشره وممكن تعمل الوجه كامل. ممكن تعالجي بها البهاق لانها بتنشط الخلايا بتاعه الدورة الدموية، فاذا هو علاج فعال برضه للبهاق. كمان يا جماعة برضه من المعروف عندنا من زمان خالص انه هو بيعالج حصوات الكلى. لو خدناه وبرضه عملناه في الخلاط وشربناه عصير بيعالج حصوات الكلى. او انت ممكن بتاخدي القشور دي وتنشفيه، وبعد ما بتنشفيه بتعمليها كعجينة، دي برضه بتنفع كماسكات. يعني البطيخ ليه فوائد متعددة برضه منها بيعالج يا جماعة التهابات البروستاتا اللي بتكون عند الرجال في سن الشيخوخة. ليه فوائد عديدة يعني ما تتخيليهاش. وبعد كده متهيألي انت مش هترمي القشر ولا تفكري ابدا، تفكري 100 مره قبل ما انك تحطيه في سله المهملات. سبحان الله تعالى في حاجات ربنا اداها لنا طبيعيه بين ايدينا يا جماعه وممكن تعالج حاجات كتير ومن دون ما تستخدمي اي مواد كيماويه او تضطري
انك انت تستعمليها. وبرضه في معلومة ان هو منشط جنسي للرجال وللسيدات، فهو مهم جدا جدا. البطيخ اظن بعد الفيديو ده يا جماعة ما افتكرش في حد هيقدر ان هو يرمي قشور البطيخ. اتمنى ان المعلومة البسيطة دي تكون وصلتكم وعجبتكم، وتتابعونا على القناة، وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير، واستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا